رامي كشوع، رفيع بيه، وحربي في خالتي صفية والدير. ممدوح عبد العليم اللي عاشق الفن من صغره وقرر يديله حياته وعمره. محققش نجاح عظيم في السينما لكنه كسر الدنيا في الدراما وعمل كمان علامات فنية. اتجوز بدل المرة 2 وما كانش حب مراته الشفكي المنيري وما كانش بيعرف ينطق اسمها لفترة طويلة، ولما سألها عن معناه جاوبت إجابة غريبة جدا، ونهاية حياته كانت بطريقة مفاجأة. فيلا بينا افتح لكم صندوق أسرار النجم الكبير الراحل محمود عبد العليم. اتولد الفنان الكبير محمود عبد العليم يوم 10 نوفمبر 1956، وأول ما بدأ عينه تفتح على الحياة عاشق الفن من صغره، وبدأ مشواره الفني وهو طفل في برنامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون. هرب التمثيل من إيدين المخرجة إنعام محمد علي، ومن بعدها تبنى موهبته المخرج الكبير نور الدمرداش اللي قدمه وهو طفل صغير لسه في مسلسل الجنة العذراء اللي كان مع الفنانة كريمة مختار. لما وصل لمرحلة التعليم العالي دخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية وحصل أعلى بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، لكنه كان عاشق للفن ومش قادر يتخيل نفسه في مكان تاني غير بس قدام الكاميرا، عشان كده ركز مع السينما والتلفزيون. وكانت بداية مشواره الحقيقي سنة 1980 وهو شاب في مسلسل أصيلة واللي كان مع الفنانة الكبيرة كريمة مختار. عمل بعدها كم مسلسل تانيين، وفي سنة 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض ونجح بصورة ملفتة للأنظار وخد عنه كمان جايزة. محمود عبد العليم عمل أعمال سينمائية جميلة كان أهمها فيلم بطل من ورق مع آثار الحكيم وأحمد بدير وجسد فيه شخصية رامي كشوع، والدور ده كمان يعتبر علامة في مشواره. بس نجاحه الكبير كان من خلال مسلسلات الدراما لأنه عمل تاريخ كبير قوي فيها، زي مسلسلات ليالي الحلمية والضوء الشارد اللي قدم فيه شخصية رفيع بيه، وكمان مسلسل خالتي صفية والدير وجمهورية زفتة وغيرها كتير من أدواره الدرامية المميزة. أما بقى عن حياته الشخصية فكان اتجوز من الفنانة الاستعراضية نبيلة كرم، وهي فنانة ليها بعض الأعمال الدرامية لكنه انفصل عنها، وبعدها اتجوز من الإعلامية شفكي المنيري وده بعد قصة حب كبيرة. كمان خلف منها بنته الوحيدة، وكان حكى تفاصيل تعرفه على الإعلامية شفكي المنيري خلال تصوير الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية، وده بعد ما اتصلت بيه عشان تعمل معاه حوار صحفي وصوتها في التليفون عجبه قوي واحتفظ كمان برقمها. تاني يوم اتصل بيها وطلب انه يقابلها، وهناك قدام عصير الليمون ما قدرش يقاوم نظراتها ووقع على طول في غرامها. بس كان مستغرب من اسمها وسألها يعني ايه شفكي؟ قالت له معناه زهرة نادرة في تركيا. قعد فترة كبيرة ينطق اسمها بشكل غلط في بداية معرفتهم، وللأسف الشديد من يوم 5 يناير سنة 2016 راح صالة الجيم عشان يتدرب زي عادته ويعمل كمان تمارين رياضية، وما كانش فيه أي حاجة، لكنه فجأة جات له أزمة قلبية وفارق الحياة وهو عمره 56 سنة بطريقة مفاجأة. ما كانتش بنته لسه كملت 18 سنة. رحم الله الفنان الكبير ممدوح عبد العليم وأسكنه فسيح جناته.